عمرك حسيت ان علاقتك باهلك بتاخد منك اكتر ما بتديك؟ بتحاول ترضيهم بس دايما فيه انتقاد، بتحس انك تحت ضغط مستمر وان نظرتهم ليك دايما سلبية. الحقيقة اللي مش بنقدر نتقبلها ان مش كل الاهل داعمين، وفي اهل سامين من غير ما يحسوا، بس تصرفاتهم ممكن تدمر ثقتك في نفسك وتفضل مأثرة عليك وعلى شخصيتك سنين طويلة. النهاردة هنتكلم عن علامات خفية هتقولك ان علاقتك بأهلك غير صحية، والأهم هنتعرف ازاي تتعامل معاها عشان تحمي نفسك. أهلا بيكم. أول علامة بتأثر علينا وبتدمر علاقتنا بعدين بدون وعي هي النزاع المستمر. لما الأهل بيكونوا في صراع مستمر قدام أولادهم، ده مش بيأثر عليهم في اللحظة ديت، لكن كمان بيسيب أثر طويل المدى في طريقة فهمهم للعلاقات. ناس كتير خصوصا اللي نشأوا في أجواء من النزاع المستمر ممكن يواجهوا تحديات كبيرة في فهم معنى العلاقة الصحية وكيفية التعامل مع المشاعر، وبينتهي بهم الحال في الغالب بتكرار تجربة أهلهم بدون وعي. مشاكل الأهل بتخلي دايما عندك خوف من دخول تجربة جديدة، وساعات كتير هروب من مسؤولية العلاقة الحالية ومشاكلها بسبب الارتباك والخوف من الفشل، وبتكون متردد في قبول الحب والالتزام، خايف انك تقع في نفس أخطاء أهلك أو في علاقة مشابهة. طب ازاي تتعامل مع ده من غير ما تدمر علاقات؟ الصدمات اللي تعرضنا لها احنا المسؤولين نتعافى منها ونبطل نسيبها تأثر على حياتنا بشكل دائم. مش لازم خوفك من تجربة أهلك هو اللي يخليك تدمر علاقات. حاول تفهم المشكلة وتتعافى منها عشان تحمي نفسك من خسارة علاقة صحية بسبب خوفك من تكرار ماضي أهلك. وما تنساش إن لازم تبدأ تصلح علاقتك بنفسك عشان تقدر تصلح كل علاقاتك مع الآخرين. تاني علامة عدم وجود تواصل حقيقي. تواصل مش مجرد كلمات. تواصل حقيقي هو انك تحس انك مسموع، انك مفهوم، وان مشاعرك لها قيمة. لكن في بعض الاسر حتى لو كانوا عايشين معاك جسديا، لكن بتلاقيهم منفصلين عنك عاطفيا وفكريا. المشكلة مش في قلة الكلام، المشكلة في نوعية الكلام. نصائح بتتكرر من غير ما يفكروا بإحساسك، أو أوامر ما فيهاش أي مساحة للنقاش أو الفهم. لو كان التواصل مع أهلك صعب، مش معناه إنك فشلت، بل العكس، ده معناه إنك بتعرف حدودك وإنك مش لازم تتحمل الضغط لو ما لقيتش مساحة تعبر بيها عن نفسك. وثالث علامة هي توقع الأسوأ منك دايما. في نوع من الأهالي مهما عملت دايما بيشوفوا فيك النوايا السيئة، حتى لو تقدمت خطوات إيجابية في حياتك مهما كنت بتحاول مش قادر تلاقي منهم تشجيع حقيقي. كلمات صعبة بتتكرر زي مثلا أكيد عملت كده عشان مصلحتك، أو أنت أصلا مش بتتغير، هتفضل زي ما انت. وكل ما تحاول تغير من نفسك للأفضل بيشوفوا التغيير ده على انه مجرد فشل قادم، وكأنك مش قادر تكون الشخص اللي هم متوقعينه منك. التعامل مع الأهل اللي دايما بيخافوا عليك أو بيشككوا في نواياك ممكن يكون صعب، لكنه نابع أحيانا من خوفهم الزايد عليك أو من تجاربهم الشخصية السيئة، وعلشان كده ممكن تتعامل معهم بطريقة تخفف عنك وعنهم التوتر. ورابع علامة الضغط والإرهاق النفسي. الطموح حاجة عظيمة، بس لما يتحول لحمل عليك تأثيره بيكون بالسلب. في فرق كبير بين التشجيع الحقيقي وبين الضغط اللي يخليك حاسس انك لو ما كنتش الأفضل تبقى ولا حاجة. تخيل انك طول حياتك بتجري في سباق، بس مش عشان نفسك، عشان تثبت انك تستحق الحب والقبول. وفي جمل بتسمعها كل يوم، لازم تطلع الأول، أو مثلا لازم تبقى أحسن من كل الناس، بتأثر تأثير سلبي كبير عليك. وبعد فترة النجاح ما بيكونش هدف، بيبقى هدفك خوفك من الفشل أو إنك تكون مش كفاية. طب إزاي السمية دي بتأثر عليك؟ أول حاجة بتحس إنك مش مسموح لك تغلط حتى لو كنت بتحاول. بتفقد متعة الإنجاز، إنك دايما حاسس إنك لسه ما وصلتش للي المفروض توصل له، وبتبقى عايش في دوامة من القلق، مش عارف تستمتع بلحظة واحدة من نجاح. عشان تحمي نفسك من تأثير ده عليك ما تنساش إن مش لازم تكون الأول عشان تبقى ناجح. النجاح الحقيقي هو إنك تكون راضي عن نفسك وعن طريقك. وخامس علامة هي التقليل من إنجازاتك. النجاح مش مجرد لحظة من الفرح، هو مشاعر بتغمرنا بعد تعب طويل. لكن تخيل لو لقيت كل تعبك ده بيقابل بالاستهزاء بدل التشجيع. ممكن تلاقي نفسك بتحقق إنجازات سواء في شغلك أو دراستك، لكن لما تروح لأهلك تلاقيهم مش فرحانين، وكمان بيقللوا منك لأنهم مش شايفين قيمة تعبك.
بل بالعكس بيحبطوك بكلمات زي انت فاكر نفسك مين او مفيش فايدة، سيبك من اللي انت بتعمله. لما تحصل حاجات زي ديت بشكل مستمر تبدأ تحس بضغط داخلي. الحقيقة ان السمية ديت مش هتضر علاقتك بأهلك بس، هي بتضرك انت كمان. لما تسمع الكلام ده طول الوقت مش هتحس بأي قيمة للي بتعمله، هتبدأ تشك في نفسك وفي قدراتك، وده بيأثر بشكل مباشر على أدائك في حياتك اليومية. وفي النهاية مهم جدا نفهم ان وجود سلوك سام من الأهل مش بالضرورة معناه ان هم ناس سيئين. في أغلب الأحيان هم اتربوا بنفس الطريقة أو مروا بتجارب صعبة خلتهم يتصرفوا بالشكل ده، بس ده مش مبرر انك تتحمل الأذى النفسي. شاركونا التعليقات.